لو هدفك تضخيم وبناء عضل حقيقي، الأكل هو الأساس قبل أي حاجة تانية. أول وأهم أكل في التضخيم هو البيض، لأنه غني بالبروتين الكامل والدهون الصحية اللي بتدعم النمو العضلي. بعده على طول الأرز، مصدر كربوهيدرات ممتاز بيمد جسمك بالطاقة وبيساعدك ترفع أوزان تقيلة في التمرين. كمان صدور الفراخ أو اللحوم الحمراء قليلة الدهن بروتين قوي بيساعد في إصلاح العضلات بعد التمرين وزيادة حجمها. ما ننساش البطاطا والبطاطس، كربوهيدرات نظيفة بترفع مخازن الجلايكوجين في العضلة وبتسرع التعافي. واللبن والزبادي مصادر ممتازة للبروتين والكالسيوم وبيفيدوا العضلة قبل النوم. كمان الموز مهم لأنه سريع الهضم وبيمنع التقلصات وبيزود الأداء. ومع الأكل ده كله لازم تشرب مية كفاية وتتمرن بانتظام. التضخيم مش أكل عشوائي، التضخيم أكل صح زائد تمرين صح زائد صبر. ولو عايز تعرف أكتر عن أسرار التضخيم، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.